مرة واحد دخل على مراته لقاها بتطلب ايده من ربنا، بتقول له يا رب زي ما جوزتني جوزي في الدنيا انا عايزة كمان اكون مراته في الاخرة. الست دي هي ام الدرداء مرات الصحابي سيدنا ابو الدرداء. دخل مرة عليها لقاها بتقول له بتتكلم مع ربنا وبتقول له يا رب إن أبو الدرداء قد تزوجني في الدنيا، خطباني من أبواي فوافقت وتزوجته، وأنا الآن أخطب منك في الآخرة وأسألك أن تزوجنيه في الجنة. انا يا رب مراته في الدنيا، وزي ما هو اتقدم لي وطلب ايدي من اهلي في الدنيا انا عايزه يا رب ان انا كمان اطلبه منك ان انا اكون مراته في الاخره، واسالك ان تزوجني في الجنه، يعني اكون مراته دنيا وجنه. السؤال هنا يا جماعه، سيدنا ابو الدرداء عمل ايه لستنا ام الدرداء علشان تقعد كده وتطلب ايده من ربنا وتقول له يا رب انا عايزه جوزي يكون معايا دنيا وجنه؟ اكيد اول حاجه كان بيديها امان عاطفي. ما كانش بيقعد يقول لها انا هتجوز عليكي، انا هطلقك لو ما اتعدلتيش، لو مش عارف لو ما عملتيش ايه هدخل عليكي بضره وهبهدلك والكلام ده كله. اكيد كان مديها امان عاطفي ومطمنها. خلي بالكوا الامان العاطفي مهم جدا لاي ست، مهم جدا ان انت ما تقعدش كل شويه تقول لها انا هتجوز عليكي والكلام ده، لان رجاله كتير بيقعدوا ينصحوا بعض على القهوه، يقول له ايه قول لمراتك انك هتتجوز عليها علشان عينيها تبقى في وسط راسها، عشان تبقى دايما خايفه ومش مطمنه. لا الكلام ده يا جماعة بيرعب الست بتحب دايما ان انت تأكد لها انها كافية ليك، انها مالية عينك، خصوصا في اوقات ضعفها. يعني الاوقات اللي هي مثلا تخنت فيها، لسه قايمة من ولادة شكلها اتغير ما بقتش حلوة قوي، تخنت قوي، تحب قوي ان انت في الاوقات دي بالذات تقعد تطمنها ان انا بحبك وان انت جميلة في عيني وان انت زي الفل وان انت زي القمر في نظري والكلام ده كله. وطبعا ما تعرضهاش للإهانة، لأن في مقولة بتقولك لو عايز تشوف ست دبلانة عرضها للإهانة. فالأكتر حاجة تخلي الست دبلانة كده ومش كويسة ومش مهتمة بنفسها هي لما يكون جوزها بيشتمها، بيهنها، بيسخر منها، بيتريق عليها، بيضربها. الإهانات دي كلها بتخليها ست دبلانة، فخلي بالكم. وطبعا عايزه الراجل اللي يقدرها، خصوصا لو كانت بره البيت بتشتغل وجوه البيت بتشتغل مع ولادها طبعا، وبره البيت بتشتغل وست عامله. فمش عايزه مثلا ان انت تقعد تقول لها ايه والله يا حبيبتي كل الستات بتعمل كده، والله لو مش قادره على الخلفه ما كنتيش خلفتي، والله لا. عايزه الكلمه الحلوه تبقى مقدرها، ما تاخدش اللي هي بتعمله كده كانه يعني واجب عليكي، لا عايزه ان انت تقدرها. وطبعا الست بتحب الراجل اللي يرد غيبتها. يعني مثلا ما تقعدش مع اهلك تشتم فيها، لا طبعا لو اهلك قالوا كلمة عنها وحشة ترد غيبتها، تدافع عنها. ست تحب كده قوي، تحب تحس ان هي متجوزة راجل حميها بيحميها، سندها امانها، مش بقى الراجل اللي بيخوفها. وخلي بالكم يا رجالة اكتر حاجة محتاجاها الست اللمسة العابرة اللي مش بتنتهي بعلاقة خاصة. دي حاجة مهمة جدا عند أي ست. يعني ايه؟ يعني في ستات تقولك انا جوزي بيحضني بس وقت العلاقة الخاصة، بيبقى عايز ان الموضوع الحضن ده يتطور لعلاقة خاصة بس كده. غير كده ما بحسش بحبه ليا، غير كده ما بحسش بحنانه عليا. لا، حاول ان انت تحضنها وتلمسها لمسات عابرة، مش شرط انها تنتهي بعلاقة خاصة، لان الست هنا بتفرح وبتحس قد ايه انت بتحبها هي، مش بتحب جسمها، بتحبها هي. فلو انت عملت الحاجات دي اكيد ان شاء الله مراتك هتتمنى ان انت تكون جوزها في الدنيا والجنة، هتتمنى ان انت ما تسيبهاش في الاخرة. اعمل بس كده وربنا يساعدكم وتبقوا مع بعض دنيا وجنة ان شاء الله.